مش قادر انساها. الكلمه دي سمعتها كتير الفتره اللي فاتت، وممكن كتير مننا مر بحاجه زي دي، حاجه انت نفسك تحققها وهتموت عليها فعلا، بس ما حصلش نصيب وما قدرتش تحقق الحاجه دي. حاجه ممكن تبقى زي كليه انت عايز تدخلها وما وفقتش وقدرت تدخل الكليه دي، شغل كنت عايز تحصل عليه بس ما كانش ليك نصيب، علاقة زواج وما حصلكش نصيب فيه. توصل لمرحلة انك تزعل مع نفسك جدا وتفتكر كل التخطيط والحاجات اللي انت عملتها خطط وغير كده علشان تقدر توصل للحاجة ديت، ورسمت مستقبلك بناء على الحاجة دي، ومع ذلك الحاجة ديت ما حصلتلكش وما كانش ليك نصيب فيها. فتوصل لمرحلة تزعل مع نفسك وتردد، وممكن تقول مش قادر انساها وعمري ما هنساها. فيا ترى ازاي نتغلب على الكلمة دي ونعدي الفترة ديت من حياتنا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده ان شاء الله. في نصايح كتير ممكن ناخدها علشان نقدر نتغلب على الفترة دي، او مشكلة حاجة انت كان نفسك تحققها وما حققتهاش، وبتوصل لمرحلة تزعل مع نفسك وتقول مش قادر انساها. لكن في الفيديو ده هركز على حاجة واحدة، لان الحاجة ديت ممكن تكون هي الفيصل او حاجة مهمة جدا عشان تقدر تتغلب على مشكلة او الفترة اللي انت بتقول فيها مش هقدر انسى الحاجه دي. مش قادر انساها ممكن اشبهها بالظبط زي حاجه انت متمسك بيها جدا، بس الحاجه دي بتقول لك انا مش من نصيبك، سيبني. وعلى فكره الحاجه دي لو كانت من نصيبك كنت حققتها من الاول، وحتى لو ما حققتهاش من اول حاجه ومن نصيبك هترجع لك تاني وتحققها بافضل شكل. النقطه اللي عايز اتكلم عليها هنا ان لازم تكون على ثقه بالله سبحانه وتعالى في كل ما قدره سبحانه وتعالى، ان كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قدره هو ده الخير بعينه ليك. ولازم تكون على ثقه بكده، زي ثقه موسى بكلام ربنا سبحانه وتعالى. موسى ازاي كانت خايفه على ابنها من ان فرعون والحاشيه بتاع فرعون يقتلوا ابنها، فمع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لها فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، يعني لو خفت عليه ارميه. مين عقل ممكن تعمل كده؟ هترمي ابنها في البحر؟ طب ما تخاف عليه من الغرق. لكن كانت على ثقه بكلام ربنا سبحانه وتعالى، ثقه اكبر من الثقه بتاعتها بمشاعرها، اكبر من الثقه بالعاطفه بتاعتها، بل اكبر من ثقتها بعقلها. فلازم تكون على يقين وعلى ثقة بربنا سبحانه وتعالى أكبر من ثقة بعقلك. لو كل البشر قالوا إن حاجة استحالة تحصل وربنا سبحانه وتعالى قال كلام إن الحاجة دي هتحصل، فكون على ثقة 100% بكلام ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى قدر ليك الخير في الحاجة ديت إن كانت هتحصل ليك أو غير كده. قصة قريبة من العصر اللي احنا بنعيش فيه أو قريب مننا، قصة ستيف جوبز. ستيف جوبز وكان حلمه الكبير زي ما احنا عارفين، وبداية قصته ازاي عايز يحقق الثورة التكنولوجية اللي احنا فيها دلوقتي، وكان عنده حلم كبير بكده، وقدر في البداية ان هو يأسس شركة ابل. لكن بخلاف مع الشركاء اللي معاه، هم الشركاء عايزين يمشوا الشركة في طريق وهو عايز يمشيها في طريق تاني، حصل خلاف. كانت نتيجة في النهاية، نتيجة الخلاف ده ان ستيف جوبز لو مش عاجبه يسيب الشركة، يسيبها خالص، ينسى الحاجة اللي هو كان عايز يحققها. ستيف جوبز عمل كده فعلا، لكن كان على ثقة ان فعلا لو الحاجة ديت من نصيبه هيقدر يحققها في شكل تاني او بطريق تاني، او الحاجة نفسها ترجع له تاني. ستيف جوبز انطرد من الشركة اللي هي كانت حلم عمره، ومع ذلك اشتغل في مكان تاني، مكان اشتغل مع والت ديزني، وقدر يحقق حلمه في اشياء تانية كتير وفي حاجات تانية قريبة من نفس حلمه. وشركة ابل بدأت تقع، فاضطروا ان هم يكلموا ستيف جوبز، استعانوا بيه، رجع مرة تانية. عشان كده لما رجع مرة تانية عمل التفاحة منها جزء مقطوع، ان انتوا ما خدتوش مني عقل كله، لما خدتوا مني حته صغيره، خدتوا مني جزء صغير. ورجع ووصلت ابل للعصر او للشكل اللي هي فيه دلوقتي، في حاجه رماها وانساها، بس عشان من نصيبه رجعت له تاني الحاجه ديت وبشكل احسن واكبر. فلازم تكون على ثقه باقدار ربنا سبحانه وتعالى، ثقه متناهيه، ثقه حتى لو وصلت لفم الخطر تكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هينجيك طالما ملتزم بتعليم ربنا سبحانه وتعالى وملتزم بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. ثقة زي ثقة موسى في قصة فرعون لما قال كلا إن معي ربي سيهدين. شوف القصة وثقة سيدنا موسى اللي فيها. ثقة سيدنا موسى لما وصل للبحر والبحر من قدامه وفرعون من خلفه، ومع ذلك أصحابه قالوا إنا لمدركون، لكن سيدنا موسى كان على ثقة بكلام ربنا سبحانه وتعالى فقال كلا إن معي ربي سيهدين. فلو وصلت لفم الخطر وحاجة أنت مش قادر تنساها، سيبها وكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هينجيك طالما انت ملتزم
بطاعه ربنا سبحانه وتعالى. ازاي سيدنا موسى كان عنده الثقه ان هو يقول الكلمه دي في الموقف زي ده؟ جاب منين الثقه دي كلها؟ فلو لم تكن ثقه سيدنا موسى زي ثقه الطفل الرضيع بامه، وثقه الموكل بموكله، وثقه الميت بمغسله، ما كانش قال الكلمه دي. فلازم يكون ده قدر ثقتك بكلام وقدر ربنا سبحانه وتعالى عشان تقدر تتغلب على اي صعوبات في حياتك، واي حاجه كنت متمسك بيها ومش قادر تسيبها، فلو مش من نصيبك مش هتجيلك، ولو من نصيبك هترجع لك تاني. فكون على ثقة بكلام ربنا سبحانه وتعالى. فلو حاجة في حياتك نفسك تحققها، سواء تدخل كلية معينة أو تحصل على وظيفة معينة أو علاقة معينة أو غير ده، وانت بذلت كل ما في وسعك، ده اللي بنقوله في الأول، انت عملت كل اللي عليك عشان تحقق الحاجة ديت، بس مالكش نصيب في الحاجة ديت، فعلى طول كون على ثقة بكلام ربنا سبحانه وتعالى. ثقة زي ثقة أم موسى بكلام ربنا سبحانه وتعالى، ثقة زي ثقة سيدنا موسى بكلام ربنا سبحانه وتعالى، إن فعلا اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدره هو الخير ليك، فعليك إنك تلتزم بتعليم وبكلام ربنا سبحانه وتعالى. حتى لما اشتكى واحد لعالم وقال له إن سهام القدر كترت عليا قوي، فقال له كلمة واحدة، قال له كن بجوار الرامي. خليك دايما ملتزم بكلام ربنا سبحانه وتعالى، لأن دي فعلا أسمى حاجة تسعى ليها. زي ما قال الشاعر: إليك وإلا ما تشد الركائب، ومنك وإلا ما تنال الرغائب. حتى الواحد مر فعلا بحياته بمواقف زي دي، حتى كان الفيديو من كتر ما سمعت الكلمة دي من ناس كتير حواليا مش قادر انساها، فعلا لمس حاجات عندي. فعلا كنت مريت بحاجات ممكن انت كان نفسك تحقق الحاجه ديت وما حققتهاش. منها كان نفسي ادخل في قسم معين في الكليه عندنا وما حصلش نصيب وما دخلتش القسم ده، كنت عملت حادثه وقصه كبيره كده وما حصلش نصيب وما دخلتش القسم ده، وكنت فعلا ساعتها يعني اللي هو حرفيا اللي هو هتموت نفسك عشان ترجع تاني وتدخل القسم ده. لكن دلوقتي بتحمد ربنا سبحانه وتعالى على المكان وعلى القسم اللي انا فيه. وفعلا لو ما كانش حصلت لك الحاجه دي والكسره، يعني ساعتها كان انكسر دراعي وعملت عمليه وحاجات كبيره، فساعتها لو فعلا ما كانتش حصلت لك الكسره ديت ما كنتش وصلت للطريق اللي الحمد لله انا فيه دلوقتي. عشان كده بقول لكل واحد متمسك بحاجه وبيقول مش هقدر انساها، طالما خدت بالاسباب وخد بالاسباب قدر المستطاع، خلاص انت كده عملت اللي عليك. كن على ثقه بكلام ربنا سبحانه وتعالى وبقدر ربنا سبحانه وتعالى، لان في الاول وفي الاخر ده الخير ليك. في النهايه ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد بينزل على القناه، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده تكون فعلا سند لكل واحد فينا في حياته. سلام.